السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده شباب هنلعب لعبه جديده في القناه واللي هي محاكي السوبر ماركت الجزء الثاني او تريدر لايف سيميليتور يعني. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا مبدئيا فكره اللعبه ان احنا هنعمل سوبر ماركت يكون خاص بينا احنا يعني، ونفتحه ونبيع فيه حاجات وممكن نكسب فلوس يعني، ونعمل حاجات كتيره جدا في المدينه. فمش عايز احرق عليكم اللعبه يا شباب، خلينا نركب العربيه بتاعتنا ونروح نستكشف كده المدينه ونشوف هنعمل ايه. طيب بيقول لي فيرست اوف اول جيت ان يور كار، يعني لازم ان احنا نسوق العربيه بتاعتنا ونروح بيها على الشوب بتاعنا او يعني السوبر ماركت بتاعنا. فخلينا دلوقتي ناخد العربيه ونروح ونشوف هنتجه على فين. طيب ودلوقتي يا شباب وصلنا، وزي ما انتم شايفين هو ده السوبر ماركت بتاعنا اللي هناك، وزي ما انتم شايفين سايبين لي حاجات والله بره السوبر ماركت يعني، فممكن ان انا استخدمها. خلينا كده ننزل من العربيه هنا ونركنها. شايفين زي ما انتم شايفين العربيه بتاعتنا هي دي، وحاطين لي هنا رف وحاطين كمان صندوق. فخلينا دلوقتي، وفي واحد بايت جوه مش عارف بيعمل ايه بصراحه، بس يلا ما علينا. المحل بتاعنا اسمه توب ديلي، وخلينا دلوقتي ناخد الرف دوت كده وندخل المحل يا شباب بسم الله ونشوف دلوقتي ممكن نعمل ايه. بيقول لي حط الرف في اي مكان في المحل، فخلينا دلوقتي ممكن نحطه يعني هنا كده عند الحيطه دي. يب يا جماعه كده، ونطلع بره وناخد الصندوق ده كمان وندخله جوه المحل عشان يعني ما يتسرقش يعني، ما ينفعش كده اساسا نسيبه بره. ومش عارف الراجل ده واقف بيعمل ايه يعني، ما فيش كنت المفروض تدخل الحاجات دي ولا ايه مش عارف، هو بيبص لي كده ليه مش عارف يعني. طيب دلوقتي خلينا ناخد الصندوق دوت كده وندخله جوه المحل يا شباب جنب الصناديق اللي موجوده جوه. طيب طبعا دلوقتي بيقول لي ان انا لازم اطلع البضايع من الصناديق دي او من الكراتين دي يا شباب اللي موجوده هنا ونحطها على الرف عشان ممكن يعني الناس تدخل وتشتريها. فخلينا دلوقتي نبدا ونشيل كل واحد من الصناديق دي ونحطها هنا ونفضي الحاجات اللي فيها شباب على الرف عشان الناس تقدر يعني تشتريها. طيب زي ما انتم شايفين احنا طلعنا اول حاجه من الصندوق هنا وخلينا ممكن نحطها على الرف زي ما انتم شايفين كده، ونرص يا شباب الحاجات كده كلها جنب بعض، وبعد كده لما ارص الحاجات هرجع لكم تاني. 2 hours later. طيب طبعا يا شباب دلوقتي خلصنا ورصيت كل حاجه زي ما انتم شايفين هنا على الرف، وكل البضائع اللي كانت موجوده في الكراتين اللي كانت هنا. وطبعا زي ما انتم شايفين ميزانيتنا $350، واول زبون يا شباب دخل المحل عشان يشتري مننا يعني من البضائع اللي احنا حطيناها هنا. بس زي ما انتم شايفين طبعا السوبر ماركت كبير جدا ومفيش ولا اي حاجه غير الرف ده بس يعني، المفروض ان احنا نشتري ارفف كتيره ونحط حاجات كتير جدا، بس طبعا دلوقتي مش معانا فلوس يعني، معانا 361 بس. والزباين يا شباب زي ما انتم شايفين بدات تيجي المحل وتشتري من السوبر ماركت بتاعنا البضائع اللي هي موجوده هنا. هم طبعا مدينا يعني شويه البضائع دول عشان نبدا بيهم ونبدا التجاره بتاعتنا، وبعد كده احنا ممكن نتوسع يعني ونجيب بضاعه اكتر. في حاجه تانية يا شباب عايز اوريها لكم، ان احنا لما ندخل من هنا من الباب يعني في باب صغير هنا يا شباب بيودي للمخزن، يعني في مخزن جوه زي ما انتم شايفين ده ممكن نستغله وممكن نعمل فيه حاجات كتير جدا يعني، وبيطلع كمان على بره هنا على الشارع من الناحيه التانية يعني. ممكن مثلا نخزن البضائع بتاعتنا هنا ونحط هنا حاجات كتير مثلا، وممكن نشتري حاجات مثلا نحطها بره هنا يعني. ممكن نستغل المساحه اللي انتم شايفينها دي بكذا طريقه ممكنه يعني. فدلوقتي خلينا نروح ونشوف الزباين بتشتري زي ما انتم شايفين والرف بدأ يفضى، فمحتاجين ان احنا نجيب بضاعة تانية يا شباب. طبعا دي الخريطة زي ما انتم شايفين، والمحل بتاعنا موجود هنا على الشمال، وكمان في حاجات كتير جدا يعني، في مثلا زي العياده والبنك والاماكن اللي بنشتري منها مثلا الارفف والحاجات دي، وفي مكان بنشتري منه خضار زي ما انتم شايفين، ومكان بنشتري منه اللحمه، ومكان بنشتري منه البضائع الباقيه، وفي كمان مكان بنحط منه يعني بنزين العربيه، وفي كمان بنصلح منه العربيه. ففي يعني كذا حاجه في اللعبه ممكن نستخدمها ونستكشفها يعني. فلو حبيتوا اللعبه وحبيتوا فكرتها يعني وعايزين نعملها سلسله في القناه، ممكن تنزلوا تحت تكتبوا لي في الكومنتات ان انا اعملها يعني سلسله، وان شاء الله ان احنا نستمر فيها يعني. دلوقتي زي ما انتم شايفين يا شباب الناس بدات يعني تروح المحل وكده، وجمعنا بدل 350 بقى معانا $406 يعني، كسبنا شويه حلوين، كسبنا $56. وزي ما انتم شايفين في ناس بتيجي بس في ناس مش بتشتري يعني، انا ملاحظ ان في ناس مثلا بتيجي والفلوس مش بتزيد يا شباب. فخلينا دلوقتي نفتح التابلت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده ونشوف الريتنج بتاع المحل. الريتنج بتاع المحل يا شباب بيعتمد على كذا حاجه يعني مثلا في ناس بتيجي ومش بيكون مثلا الحاجه اللي هي عايزاها موجوده في المحل، فده بينقص من الريتنج بتاع المحل او التقييم بتاع المحل، بينقص منه 3%. ولو الزبون جه واشترى حاجه موجوده في المحل بيزودوا 1% بس يعني، النقصان بيكون اكتر يا شباب. طيب دلوقتي احنا تقييم المحل بسم الله ما شاء الله يعني 0%، فخلينا دلوقتي نروح وعايزين نشتري شويه بضايع كده عشان نملى الارفف يعني والناس تشتري مننا اكتر. طيب يا شباب انا عايز لي شويه طبعا عم احفظ الخريطه دي كلها، فخلينا دلوقتي ناخد العربيه بتاعتنا من المحل هنا ونروح بيها عند الراجل اللي بنشتري منه البضايع يعني، والحاجات اللي هي الكراتين اللي انتوا شفتوها اللي كانت موجوده، اكيد الراجل ده بيبيع زيها يعني. فخلينا دلوقتي ناخد العربيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ونروح بيها عند الراجل اللي بيبيع لنا البضاعه يعني، ونشتري منه كام كرتونه كده ممكن نحطهم في المحل ونستفيد منهم يعني ونبيعهم. طبعا الراجل اللي احنا بنجيب منه البضايع اسمه جابر، فكاتب هنا بالانجلش يعني جابر شوب. فاحنا دلوقتي ندخل المحل بتاعه ونشوف عنده بضايع ايه يا شباب. طبعا عنده حاجات كتير جدا
يعني ممكن نشتريها. وعند حاجات طبعا بتتحط في الثلاجات، بس الحاجات دي يا شباب اللي بتتحط في الثلاجات ما ينفعش نشتريها غير لما يكون عندنا ثلاجه في المحل يعني. ولكن في حاجات تانية كتير هنا، كراتين وحاجات تانية ممكن نشتريها ونحطها في المحل عادي من غير اي ثلاجات ولا اي حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين هو ده العم جابر يعني. فخلينا دلوقتي نروح نشتري البضائع ونمشي بسرعه، عشان مش عارف هو بيبص لي كده ليه وقرفان مني يعني. طيب في حاجات مكتوب عليها جود برايس وفي حاجات بيبقى مكتوب عليها هاي برايس، فخلينا نشتري الحاجات اللي مكتوب عليها جود برايس عشان ممكن نربح فيها يعني ربح كويس. دلوقتي خلينا نشتري البريزل ده، بسكوت اسمه بريزل، فخلينا نشتريه كده. يبقى كده اشترينا يا شباب كرتونه زي ما انتم شايفين. وفي سناك تاني كورن سناك، خلينا نشتريه برده هنا ونحطهم كده فوق بعض، وفي الاخر نبقى نشيلهم يعني ونحطهم في العربيه. طبعا في حاجات كتير زي ما انتم شايفين يعني. ممكن مثلا نشتري في كورن فليكس هنا، ممكن نحطه كده. ويا شباب في بيبسي وميريندا، بس طبعا دول مقاطعه يعني مش هنشتريهم ومش هنبيعهم في المحل بتاعنا عشان دول اساسا مقاطعه يعني. وعندك هنا مش عارف ده بتاع العربيات ده تقريبا يعني، ممكن نشتريه ونحطه هنا كده. بس يا شباب ده غالي جدا، ده ب 183. والله ما خدتش بالي يا شباب، ده يعني تقريبا بتاع فرش العربيات وكده، بس 183 وما خدتش بالي واشتريته يعني. نص الميزانيه حرفيا ضاعت. فهنكتفي يا شباب اللي احنا اشتريناه ده كده، لان احنا ضيعنا نص الميزانيه يعني كده على طول. وخلينا نقرب العربيه بتاعتنا عشان نعرف نحمل فيها البضايع يعني، بعد ما احنا راكنينها في نص الشارع كده. وزي ما انتم شايفين اساسا المدينه ما فيهاش اي حد يعني، تقريبا كلهم نايمين ولا كلهم مش موجودين يعني. المدينه ما فيهاش حد يعني، بس كان فيها زباين يعني موجودين في المحل بتاعنا، فده اهم حاجه. خلينا دلوقتي نقرب العربيه كده من المحل يعني عشان نحملها بالبضايع وننقلها لحد المحل بتاعنا اللي هو اللي في نص المدينه. دلوقتي يا شباب بنحط الكراتين فوق هنا. دلوقتي خلينا نحط الكرتونه الثالثه هنا، ومش معانا غير كرتونه رابعه بس يعني، 4 كراتين بس كده. ما اشتريناش حاجات كتير عشان زي ما انتم شايفين الغلطه اللي احنا غلطناها، واشترينا حاجه غاليه جدا 183. فخلينا دلوقتي ناخد عربيتنا ونسوق لغايه المحل بتاعنا ونشوف لو الرف اساسا اللي عندنا في المحل هيكفي الحاجات دي كلها ولا مش هيكفي. لان لو مش هيكفي هنضطر يا شباب نشتري رف تاني، والرف التاني اكيد هيكون مكلف يعني، واحنا اساسا لسه في بدايه اللعبه فمش عايزين نصرف كتير. دلوقتي رايحين على المحل زي ما انتم شايفين بعربيتنا المتواضعه دي. وطبعا الشباب في اكيد عربيات تانية في اللعبه ممكن نشتريها وممكن تسهل علينا يعني المسافات، مثلا تكون اسرع ويكون فيها مكان تخزين اكبر. مثلا ممكن نشتري شحنه او نشتري عربيات تانية اسرع واحسن من دي. فخلينا دلوقتي نروح المحل بتاعنا. والله انا مش عارف فين المحل بصراحه يعني، انا مش عارف اساسا ان احنا فين. هو ده مكتوب تقريبا يوزد فورنيتشر يعني اساس مستخدم، بيبيع اساس مستخدم. احنا ما جيناش هنا قبل كده على فكره، ومش عارف المحل بتاعي بصراحه فين. فخليني دلوقتي افتح الخريطه كده واشوف انا فين عشان ما توهش يعني. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين هو ده المحل، وياب فعلا عديناه. وفي زباين زي ما انتم شايفين بيترددوا على المحل كل شويه وبييجوا، ودي اكتر حاجه مخليني مبسوط يعني، ان في زباين كتير بيجوا على المحل بتاعنا، لانه تقريبا الوحيد في المدينه كلها. تمام دلوقتي داخلين على $300 تاني. ودلوقتي البضايع يا شباب زي ما انتم شايفين بدات تخلص هنا من على الرف. فخلينا دلوقتي بسرعه نروح نجيب البضايع التانية اللي حملناها على العربيه هنا ونعبيها في المحل يعني، او نحطها على الرف ونخلي الناس برضو تشتريها يعني. دلوقتي خلينا ندخل الكراتين دي هنا كده زي ما انتم شايفين. طبعا حاطينهم الاربعه هنا يعني، الاربع كراتين بقوا موجودين هنا وممكن نحطهم دلوقتي على الرف. بس مش عارف لو هينفع نحطهم على الارض ولا لا، بس مش هيكون منظرهم حلو يعني هم على الارض يعني. المفروض ان احنا نشتري رف تاني، بس ان شاء الله الرف ده يكفي يعني. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين خلصت الكراتين كلها ورصيتها تاني على الرف. ودلوقتي معانا 314 يعني، والله كويس يعني. معانا 314 ومعانا لسه البضاعه دي كلها يعني، لما تتباع هيكون معانا مبلغ كويس جدا يعني. وزي ما انتم شايفين الناس بتشتري يعني، بقى معانا 335. والله الربح متزايد يعني، والمحل بتاعنا شغال كويس جدا، ودي احسن حاجه. خلينا ناخد كده العربيه بتاعتنا ونرجع على البيت يعني وننام شويه عشان المحل يكون كده باعله شويه حلوين يعني، ونبدا في اليوم اللي بعده. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين هو ده البيت بتاعنا اللي احنا بدانا فيه اول الفيديو، والعربيه بتاعتنا اللي هي هنا. فهنخليها راكنه هنا وندخل دلوقتي البيت ونشوف السرير موجود فين. هو تقريبا موجود في الدور الثاني، لا هو موجود هنا يا شباب. ممكن دلوقتي ننام ونبدا اليوم الثاني ونشوف هيحصل ايه. يا عم خلاص كل ده نوم، ما تصحى بقى. طيب يا شباب وصحينا في اليوم الثاني ومعانا 358 يعني، المحل باع شويه حلوين امبارح. فخلينا دلوقتي نطلع من البيت ونشوف. ولو انتوا خدتوا بالكم يعني العربيه بتاعتنا احنا كنا سايبينها هنا بقت هنا، بس ازاي ما اعرفش يعني، مين حركها وانا نايم مش عارف. بس والله كتر خيره يعني، ركنها على جنب مش في نص الطريق. فخلينا دلوقتي ناخدها ونروح نشيك على المحل بتاعنا كده نشوف الدنيا اخبارها ايه. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي فتحنا المحل، والراجل ده ما يقدرش يفتح المحل غير لما انا اجي يعني، لازم انا اللي اجي وافتح المحل. هو تقريبا هو بينام جوه يعني، ما بيختفيش من هنا ابدا، بيفضل موجود نفس الوقفه دي كده اليوم كله يعني، 24 ساعه في ال 24 ساعه. وزي ما شايفين اول زبون دخل هيشتري مننا الحاجات اللي هنا يعني، ومعانا 358 زي ما انا قلت لكم. طبعا ما لقاش اللي هو عايزه فمشي. فدي اسوأ حاجه يا شباب ممكن تحصل للمحل بتاعنا،
ان الناس تيجي وما تلاقيش الحاجات اللي هي عايزاها. في زبون كمان اشترى يا شباب وبقى معانا 369 دولار، يعني كويس جدا. احنا كان معانا 350 لما بدأنا اللعبة وما كانش معانا كل البضائع دي، دلوقتي بقى معانا بضاعة كتيرة جدا ومعانا 369 دولار. طبعا يا شباب اللعبة فيها حاجات كتير جدا اكتر من كده بكتير، بس دي كانت مقدمة يعني للعبة في القناة. فلو عجبتكم انزلوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان نعملها يعني ان شاء الله سلسلة. ولو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو. وكان معاكم يوسف ومع السلامة.